خناقه بالشباشب وسط الليل وطفوا الانوار ومحدش شايف حد والدق كله شغال في بعضه. خناقه بالشباشب داخل القلعه واكبر قلعه رياضيه في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من فنون الكره مع امين. تحياتي ليكم، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. في البدايه ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، مستني دعمكم ليا، شرف ليا. خناقه بالشباشب وسط الليل في اجواء ومحيط نادي الزمالك داخل الجنينه. ناس بتتكلم والناس الاعضاء قاعدين وفيها حريم كتير، فدي بتقول كلمه على الفريق ودي مش عاجبها الفريق ودي حلوه، انت ازاي بتتكلمي على الفريق؟ قامت خناقه وتلطيش واصابات بالغه داخل نادي الزمالك. خناقه واصابات بالغه، وكان في ضرب بالشباشب والصراخ كان لامم ومسمع الدنيا كلها في 100 عقبه. لما الامن جه طفى الانوار ومشى الناس عشان الفيديوهات ما تهربش وما تتسربش. لكن العجيب ان مجلس لبيب بيتهم رئيس النادي السابق ان هو اللي بيفتعل المشاكل دي عشان يخلي صورة النادي وحشة. وبمناسبة صورة النادي وحشة، خناقات من الاعضاء في النادي الى خناقات اعضاء ايضا لكن في الاستاد. خناق من اعضاء النادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر مع جون ادوارد ومشادات بالكلام داخل المقصورة، غير السباب اللي حصل من جماهير نادي الزمالك لجون ادوارد. كده الكفة بدأت عمالة تنعدل. مطالبات جماهير الزمالك واعلام الزمالك بإقالة يانيك فيريرا. اشمعنى الاهلي جايب له السكواد الكبير اقالوا المدرب بعد 5 جولات. مطالبات قوية جدا جدا داخل الجمهور وداخل الاعضاء في مجلس ادارة النادي الزمالك بإقالة يانيك فيريرا، الا جون ادوارد والعاصي. جون ادوارد والعاصي بيقابلوا كتله من النادي الزمالك عشان اقاله المدرب. بل والعكس، في ناس دلوقتي بتنادي بفسخ التعاقد مع شركه جون ادوارد والعاصي اللي هي بتتكفل بالاداره الفنيه للفريق كره القدم. يعني الراجل يجيب لكم صفقات قد كده وترموه، تاكلوه عظم، تاكلوه لحم وترموه عظم، مش جديده على نادي الزمالك. لكن المفاجاه اللي بيدعم اقاله يانيك فيريرا من الزمالك ناس من الناس اللي بتصرف كتير قوي في نادي الزمالك، ناس من اللي بتدفع ملايين الملايين في نادي الزمالك. ليه؟ عايزين طارق مصطفى يجي يمسك الفريق ده. قال لك طارق مصطفى مع الكواليتي ده هيعمل حاجه كبيره قوي قوي قوي. فعاجلا ام اجلا هيتم توجيه الشكر ليانيك فيريرا، سواء بعد المباراه المصريه بالنسبه لنادي الزمالك بعد عودة الدوري او بعد مباراة الاهلي. ما اظنش ان هم هيستحملوا لمباراة الاهلي، وخصوصا لو حصل اخفاق جديد سواء بتعادل او خسارة. انا بقول لك اهوت، في حالة خسارة يانيك فيريرا او الزمالك اي مباراة اخرى ما تستناش ان يانيك فيريرا هيكمل لمباراة الاهلي. انسى خسارة او تعادل، اطاحة ليانيك فيريرا بدعم من عباس اللي بيصرف فلوس وبيدعم وجود طارق مصطفى في الوقت الحالي ده. اذا خناقات في الاعضاء في النادي بالشباشب، وخناقات وسب والفاظ قذره بين الاعضاء وجون ادوارد والجمهور وجون ادوارد، لحد ما تناصر كده بعض الكلمات في فيديوهات. واحد بيشاور للجمهور ويقول له اخرس، ده انتوا كل واحد مكلفنا فلوس قد كده عشان تحضروا الماتش. فمحدش هيفتح بقه من الجمهور الا بالاوامر. خد الاوامر هيهز بيستك عليه. ده كانت الخناقات الشباشب وجون ادوارد. اما في النادي الاهلي الدنيا هديت شويه بعد خساره الزمالك. ليه؟ الفرق ما زال زي ما هو، عارفين ان مصر في القمه، بعد الزمالك يجي بعد مودرن سبورت ثم بيراميدز ثم الاهلي في المؤخره. شوف انا بقول لك الاهلي في المؤخره. مين المدرب اللي دخل النهارده او اللي استلم الورق وهيكمل الفتره المؤقته زي ما حسب واعلن عنها النادي الاهلي ان هي هتبقى فتره مؤقته قصيره صغيره؟ عماد النحاس. عماد النحاس هيكمل الفتره دي لحين وجود وتواجد مدير فني اجنبي.
الناس بتقول جوه النادي ان في حاله ان المدير الفني جه قبل يوم 10، يعني قبل انتهاء الفتره الدوليه، التوقف الدولي، المدرب هيتولى على طول. في ناس بتقول لك في عدم النادي الاهلي بقى، انت عارف الاهلي في موضوع الصفقات وموضوع التعاقدات بيمشي بسرعه النمله، بيتأنس ثم يتأنس ثم يتأنس ثم يتأنس ثم يتأنس. هو ده الاهلي، ما عندوش تسرع. ولذلك اخر ما تأنى جاب لنا ريبيرو، هنتكلم على ريبيرو دلوقتي. فالاهلي بيتأنى وبيجهز السيفات بحيث انه يخلص مدرب كبير. الاهلي حته انه هيدور على مدرب عشان يعمل كلمه مشروع دي مش هتحصل تاني. الاهلي فعلا اصبح لا يمتلك الا مدرب عايز دايما خبره، يقدر يسوق ويطلع خبرته كلها في السنين سواء في اوروبا او اي قاره اخرى مع النادي الاهلي، مع السكواد الكبير قوي اللي مليان بالنجوم ومتضخم بالنجوم. فعماد النحاس هيتولى الامر وهيكمل في نادي الاهلي لحين تواجد مدير فني جديد. هل هيقود اول مباراه امام انبي؟ هيقود الثانيه؟ هيقود الثالثه؟ الاهلي المباريات اللي جايه قويه جدا. الاهلي 4 مباريات اللي جايه قويه جدا، فيهم انبي فريق دايما رخم مع النادي الاهلي، فيهم الزمالك، فيهم سيراميكا، يعني الانبي ثم سيراميكا ثم مش فاكر مين، ثم الزمالك، ثم كهرباء الاسماعيليه. فالفتره اللي جايه مهمه جدا ومباريات مش سهله وطبعها رخم مع النادي الاهلي. فاذا عماد النحاس خد الاوامر انه يبدا يجهز الجهاز المعاون معاه. لكن هنا في ناس بتقول هل ميشيل يانكون هيكون متواجد مع عماد النحاس في الجهاز؟ في ناس بتقول ماشي وناس بتقول لا. ميشيل يانكون ما زال في القاهره مستني الفرصه. في برضه مفارقات بين في الجهاز او الناس في اداره الاهلي بتميز، عايزه، في ناس عايزه ميشيل يانكون وفي ناس عايزه المدرب اللي كان مع خوسيه روبيرو. الناس عايزه المدرب اللي مع خوسيه روبيرو خصوصا بعد يعني التدريبات الجديده او الاداء الجديد، مع ان اداء حراس المرمى وحش جدا، لكن شايفين ان هو مدرب بيدي ويدخل تقنيات جديده وفنيات جديده على الحراس. اذا هل ميشيل يانكون هينضم لجهاز عماد النحاس الفتره الصغيره اللي جايه ديت، ولا هيكون مدرب مصري مثلا كطارق سليمان؟ طب طارق سليمان ممكن يسيب المقاولين العرب اللي تناه قاعد معاه في الدرجه الثانيه لغايه ما صعد للدوري الممتاز من جديد عشان شهر او شهر ونص او 2 لحين وجود مدرب جديد؟ هل المدرب الجديد معاه مدرب حراس مرمى ولا لا؟ ويسيب المقاولين او لا؟ او المقاولين هترضى تسيبه ولا لا؟ الموضوع فيه كلام كتير، لكن في خلال 48 ساعه ما كانش في خلال 48 ساعه، لان عوده اللعيبه كانت واخده 3 ايام اجازه، فعوده اللعيبه هتكون مع الجهاز كامل ان شاء الله. هل هيتم تصعيد مدرب حراس مرمى من الناشئين او الشباب تحت؟ كل ده هيبان في الفتره اللي جايه. عقوبه ب 2 مليون جنيه، عقوبه ب 2 مليون جنيه على نجم النادي الاهلي، عقوبه ب 2 مليون جنيه لو فتح بقه او كتب كلمه على تويتر او الفيس او اي بند تحت بند السوشيال ميديا. كابتن محمود الخطيب ادى اوامر صارمه للكابتن محمد يوسف بعد كلام زيزو وتويتة امام ان اللعيب اللي هيحط اي بوست او اي شيء على السوشيال ميديا 2 مليون جنيه غرامه كاش. اكتب على السوشيال وتعالى بالكاش وانت راجع. فتحذير قوي للاعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ان اللعيب اللي هيكتب حاجه على السوشيال ميديا 2 مليون جنيه في انتظارك. مين هيبدا ومين هيفتح المزاد؟ ضربه قويه لبيبو ان فعلا لازم نشد ودن جامده قوي على اللعيبه. في ناس بتتطرق زي ما احنا قلنا قبل كده ان في احتماليه تكون تواجد لمدير الكره، لكن لسه بيناقش الكلام ده. كده احنا قلنا عماد النحاس ومكالمه هامه لريبيرو. المكالمه الهامه لريبيرو هنقولها بعد دموع ريبيرو النهارده لما حضر في الاستاد وجابوا العمال وجابوا الاداريين، خد صوره كامله مع الناس دي وشكرهم على الفتره اللي قضاها معاهم، وقال كان مستمتع جدا لكن النتائج لم تساعده. حظ اوفر مره قادمه. لكن هنا نوصل للمكالمه المهمه اللي جت لريبيرو، ان المكالمه المهمه اللي جت لريبيرو من فريق صن داونز الجنوب افريقي.
فريق سان داونز لما سمع ان خلاص الموضوع انتهى بين الاهلي وريبيرو، رمى كلام ريبيرو وعمل مكالمه معاه، هل ممكن تكون تتواجد معانا في سان داونز؟ انا بقول لك ان المدرب ده لو راح سان داونز هينجح 1,000,000%. احفظ كلامي، انا بقول لك النهارده 1/9 اهو، في حاله تولي ريبيرو مدير فني لصن داونز الجنوب افريقي، انا بقول لك اهو هينجح نجاح باكتساح. ليه؟ لان هي الفرقه بطبيعتها اصلا بتبدا وبتعرف وجاهزه 1,000,000% ان هي تبدا الهجمه من تحت وبتبني من تحت بكل سلاسه وكل بساطه وكل يعني كل لذاذه كده. فدي المشكله اللي كانت عامله اصلا مشكله كبيره مع النادي الاهلي، ان مفيش لعيب بيقدر يطلع من تحت، مفيش لعيب بيقدر يباصي يوزع لعب، ان رقم 6 او اللي بيلعب 6 عنده المهاره انه يستلم ويلف بوشه ويلف بظهره ويستلم ويستلم، وعنده رؤيه واسعه وعنده رؤيه، هو اللي بيشتغل كصانع لعب من قدام الدفاع. فصن داونز عنده الامكانيه دي، الاهلي ما كانش عنده الامكانيه دي. مش معنى كده ان خوسيه ريبيرو كان مدرب ممتاز، انا بقول لك سواء ممتاز او غير ممتاز، سواء الاداء ما ساعدوش او الاداء ساعده، سواء النتائج كانت سلبيه او ايجابيه، انا بقول لك خوسيه ريبيرو هيبقى مميز جدا مع سان داونز. اذا دموع ريبيرو بين العمال والاداريين. اما بالنسبه لانتهاء العقد والتفاصيل الماديه، محامي الاهلي مع محامي ريبيرو هيخلص الموضوع، والموضوع كله سهل في سهل. بالتوفيق للنادي الاهلي، ويا رب نسمع خير في نادي الزمالك بعد الخناقات والمشاكل اللي ملهاش اول من اخر بين اللعيبه وبين الاعضاء مع جون ادوارد. مازال ميدو ملوش حس، لكن صدقني في اول ضربه جايه للزمالك ميدو هيكون ملء الشاشه. متنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، اكون شاكر ليكم. سلام عليكم.